في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم أنهى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة السماوة والقرن. تفاصيل هذه المباراة مع فارس الوهامي. السماوة يتعادل مع ضيفه نادي القرن بهدفين لكل منهما ضمن الجولة السادسة عشر من دوري الدرجة الأولى العراقي بكرة القدم، والتي جرت على ملعب السماوة الأولمبي. شوط المباراة الأول شهد سيطرة واضحة لأصحاب الأرض، واستطاعوا من تسجيل هدف عن طريق اللاعب حسن علي، وبقي السماوة ضاغطا وأضاع أكثر من هدف محقق لينتهي الشوط بهدف للسماوة مقابل لا شيء للضيوف. شوط المباراة الثاني ابتدأ بداية سريعة وتحركات نشطة، من خلالها سجلوا نادي السماوة هدف ثاني عن طريق اللاعب حسين محسن. استمر السماوة بالتقدم لكنهم لم يكتب لهم الفوز، حيث استطاع نادي القرن من تسجيل هدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عن طريق اللاعب منتصر كريم، والثاني في الوقت الإضافي عن طريق اللاعب محمد حمدان، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما. نقطة من أرض السماوة، فريق صعب وفريق متمكن، ألف الحمد لله والشكر، ونشكركم، وإن شاء الله بعدنا بالمنافسة، عندنا مباراة أخيرة بنجهز لكل حادث حديث. بعد ما كنا خسران 2-0 قدرنا نرجع بالنتيجة 2 كول بآخر لحظات، الحمد لله وشكر. نشكر الكادر التدريبي ونشكر أخوة اللاعبين ونشكر الجمهور اللي جانا من البصرة. يعني هسه ضاف 6 دقائق على شنو صار بالشوط الثاني حتى يضيف عليه 6 دقائق؟ بس ما يخالف يضيف 6 دقائق، انتهى 6 دقائق قولوا علينا دقيقة 98، انت منتظرنا نتعادل، هسه التعادل لا يفيدنا لا يفيد القرن، ما اعرف على شنو هل وضعية الحكام هاي. بهذا التعادل أضاع السماوة 3 نقاط مهمة، حيث أصبح رصيده 21 نقطة، أما فريق القرن ارتفع رصيده إلى 19 نقطة. لقناة العراقية الرياضية، فارس الوهامي، المثنى. أكد رئيس اتحاد كرة السلة حسين العامري